تخيل انك سايق عربية لو دوست بنزين على الاخر التانك بتاعها هيفضى تماما في 12 دقيقة بس، وكمان الكاوتشات بتاعتها ممكن تنفجر لو استمريت على السرعة القصوى لأكتر من 15 دقيقة. عشان كده الشركة برمجتها انها تقف قبل ما الكاوتش ينفجر. احنا النهاردة مش بنتكلم عن عربية، احنا بنتكلم عن قنبلة هندسية بتمشي على 4 عجلات. اهلا بيكم في عالم البوجات الشيرون، المعجزة اللي جننت مهندسين فولكس فاجن. دي مش مجرد عربية، دي صدمة لقوانين الفيزياء. هي المعنى الحرفي للتناقض المذهل، جمال يخطف العين من بره ووحش ميكانيكي من جوه. وعشان الوحش ده يوصل للأرقام دي كان لازم المهندسين يبدأوا من النقطة اللي غيرهم وقف عندها. المهمة للمهندسين كانت واضحة وفي نفس الوقت كانت شبه مستحيلة. مطلوب منهم ينتجوا عربية بقوة 1500 حصان وسرعة قصوى جنونية. فالطبيعي إنهم كانوا يواجهوا رفض كبير في الأول، خصوصا إن التحدي الحقيقي ما كانش بس في القوة. التحدي كان إزاي يخلوا عربية ثابتة في الأرض وما تتحولش لطيارة. وعشان يضمنوا جسم رياضي مثالي المهندسين سلحوها بالكربون فايبر والتيتانيوم والمغنيسيوم، خامات ما بنشوفهاش كتير غير في عربيات الفورمولا 1، وده سبب ان البوجاتي ما بتتقارنش باي عربيه تانية. بس قبل ما نبدا نعرف قصه البوجاتي ما تنساش تصلي على النبي وتتاكد انك مشترك معانا في القناه. في مدينه مولساين بفرنسا بيقع المعقل التاريخي للاسطوره دي، وعلى الارض القصر العائلي القديم كانت بتتولد احلام عشاق العربيات بقالها 110 سنه. ولما بنوا المبنى الجديد في 2004 كانوا مسمينه مصنع الاحلام. جوه المصنع ده بقى ما كانش فيه دوشه المصانع، كان الهدوء هو اللي مسيطر على الجو العام. مجرد 20 خبير بس بيشتغلوا بتركيز عالي عشان يجمعوا 16 عربية في نفس الوقت، متوزعين بمهارة على 12 محطة عمل. بأرقام الإنتاج المحدودة والدقيقة دي بوجاتي بتقدم نفسها كأنها دار أزياء عالمية مش مجرد مصنع عربيات. ووسط كل الإبداع ده بوجاتي شيرون بتتربع على العرش وبتمثل التاج والقطع الأغلى في المجموعة كلها. الموضوع كله قايم على الشغل اليدوي الدقيق. الأجواء جوه المصنع أقرب لغرف تجهيز عربيات الفورمولا 1، كل حاجة بتتصنع وبتتركب بالإيد في محطات مختلفة. المنظومة دي بيحركها حوالي 300 شخص في بوجاتي، ما بين مهندسين ومسؤولي مبيعات وخبراء. بس الحقيقة انهم مش مجرد موظفين، دول ناس بيجمعهم شغف مشترك وهدفهم يطوروا ويبنوا عربيات سوبر كارز ملهاش مثيل. وعشان المعجزة دي تحصل الحرفيين الفرنسيين بياخدوا شهرين كاملين في تجميع أكتر من 2600 قطعة عشان يشكلوا في النهاية تحفة فنية جديدة بتزين عالم رياضة العربيات. تحت كبوت الشيرون بيسكن الأداء الخام، ده أقوى محرك إنتاج تجاري في العالم، 16 سلندر وسعة مرعبة بتوصل ل 8 لتر. القلب النابض ده هو اللي بيسمح للأسطورة دي تكسر حاجز 420 كيلومتر في الساعة. وعشان القوة دي تخرج في 4 شواحن تربو بيشتغلوا بنظام تتابعي دقيق، وظيفتهم يطلقوا القذيفة دي اللي قوتها 1500 حصان من 0 ل 100 في مجرد ثانيتين و4 من عشرة. في مصنع بوجاتي مفيش خط إنتاج زي باقي المصانع، هنا العملية بتتم في 4 محطات، كل محطة مجهزة بمنصتين رفع وسبب هندسي بحت. العربية دي بتتكون في الأصل من نصين كبار بيتم دمجهم سوا في لحظة حاسمة بيسموها عملية التزاوج. 3 ميكانيكيين بس هم اللي بيقوموا بالمهمة دي يدويا عشان يبنوا الهيكل العظمي اللي بيدي العربية دي روحها وقدرتها على الحركة. على رصيف الشحن في بوجاتي بتوصل شحنة تمنها ثروة، الصندوق ده جواه القلب اللي هيبدأ معاه ميلاد وحش جديد بدفع رباعي. هنا بنشوف المونوكوك الهيكل الكربوني اللي بيحيط بالسواق ويعزله عن باقي أجزاء العربية، ومن أرضية الورشة بيطلع 4 عواميد صلب وبيبدأ الفنيين يثبتوا عليهم منصة التجميع. وبمنتهى الحرص الفريق بيرفع هيكل الكربون ده اللي وزنه 150 كيلو بس عشان يستقر في مكانه. هنا مفيش مسمار بيتحط عشوائي، كل خامة اختارها مهندسين بوجاتي ليها وظيفة محددة ومحسوبة. فلسفتهم انهم يستخدموا ارقى الخامات واخفهم وزنا. الفنيين هيبداوا يزرعوا شريان الحياة جوه مقصورة الكربون. احنا قدام شبكة كابلات طولها بيوصل ل 2.5 كيلو متر، دي بتمثل حرفيا الجهاز العصبي للشيرون. وظيفتها بتربط بين 20 كنترول يونت بيتحكموا في كل نفس بتتنفسه العربية. وعلى جسم المونوكوك الميكانيكية بيثبتوا الشبكة المعقدة بمسامير من التيتانيوم، هدفهم انهم يصمموا ضفيرة في منتهى الدقة مضغوطة وخفيفة لأقصى درجة عشان تليق بآلة سباق كل جرام فيها محسوب. على المنصة التانية بيتم تجهيز الجزء الخلفي من الشاسيه، بس هنا المعادلة بتتقلب. العمال هم اللي بينقلوا اطار التجميع لحد عند قلب البوجاتي. المحرك 16 سلندر وزنه بيوصل ل 640 كيلو جرام، وباستخدام ونش مخصص الميكانيكية بيحركوا وحدة الطاقة الجبارة دي عشان تستقر بمنتهى الدقة على منصة التجميع. المحرك العملاق ده ألماني الصنع جوه قلعة محركات فولكس فاجن على مساحة خرافية بتوصل ل 2 مليون و8 من 10 متر مربع. في منطقة خاصة مخصصة بس البوجاتي اللي مسموح له يشتغل هنا مش مجرد ميكانيكي شاطر، لا دول صفوة الصفوة، لأن التعامل مع وحش ال 16 سلندر ده بيعتبر كأس العالم وحلم الوصول لأي صانع محركات في العالم. وعشان الدقة تكون مطلقة 2 فنيين بس بياخدوا أسبوع كامل من الشغل المتواصل عشان يبنوا محرك واحد بقوة 1500 حصان و4 شواحن تربو. برضه المهندسين كانوا عايزين يعملوا المعادلة الصعبة، عربية بتكسر حاجز 400 كيلومتر في الساعة وفي نفس اليوم تقدر تروح بيها الأوبرا بمنتهى الرقي والهدوء. وعشان المعادلة دي تتحقق المهندسين كانوا محتاجين أكتر من مجرد سرعة،
كانوا محتاجين محرك يقدر يتكيف مع كل الظروف، بيشتغل بكفاءة في عز الصيف أو برد الشتاء، وكمان يستحمل خنقة إشارات المرور وزحمة المدن، وبنفس النفس يزمجر بقوة على حلبات السباق. وهنا بيظهر التحدي الحقيقي. فرق الفورمولا 1 أساتذة في بناء محركات سباق بقوة انفجارية، وفولكس فاجن ملوك في صناعة محركات عملية واعتمادية للطرق زي الجولف. لكن إنك تخلط العالمين دول وتطلع بنتيجة مثالية ده بقى تخصص بوجاتي ولعبتها الوحيدة. فعشان يروضوا الحجم الضخم ده ويخلوه ملموم في أقل مساحة ممكنة، المهندسين لجوا لحيلة هندسية عبقرية. وزعوا 8 اسطوانات على كل جهة واخدة شكل حرف في، ولما دمجوا الجهتين سوا اتولد المحرك الصناعي الفريد ده على شكل حرف دبليو ب 16 سلندر. بس برضه العضلات لوحدها مش كفاية، النفس هو الأهم. محرك ال 16 سلندر بيوصل لقمة سرعته بفضل 4 تربوهات عالية الأداء. المجموعة الرباعية دي بتشتغل زي رئة صناعية عملاقة، تشفط الهواء بشراهة من مقدمة العربية وبتضغطه بقوة مرعبة جوه غرف الاحتراق، مش مرة واحدة لكن على مراحل مدروسة. في خلية الإنتاج رقم 2 في محرك جديد بيستعد للحياة. الكرانك كيس أو بلوك المحرك جاهز، والميكانيكي لسه مخلص تركيب 16 بيستم في غرفهم وربطهم بعمود الكرانك بدقة عالية. بس قبل ما يقفلوا المحرك لازم يطمنوا باستخدام مفتاح عزم إلكتروني حساس جدا. الفنيين بيعملوا محاكاة لدوران المحرك يدويا. الهدف هنا مش بس تدوير التروس، الهدف هو التأكد إن حركة البساتم طالعة نازلة بمنتهى النعومة ومفيش أي احتكاك ولو بحجم شعرة مع جدران السلندرات، لأن أي غلطة في الخلوصات دي ممكن تخلي المحرك يبوظ مجرد ما يشتغل. محرك الشرون مكون من حوالي 3700 قطعة منفصلة، فبيبدأ الخبير يركب مضخة الوقود المسؤولة عن تغذية كل جزء في المحرك الجبار ده بالوقود، وبعدها بيجي دور الدينامو اللي هو محطة الكهرباء المصغرة اللي مهمته إن هو يولد طاقة لبطارية التشغيل وتدي الحياة لكل الأنظمة الإلكترونية في العربية. في نفس الوقت وعلى الجنب التاني زميله بيجهز كارتيرة الزيت. القطعة دي لازم تكون محكمة الإغلاق بنسبة 100%، وعشان المهمة دي ما فيهاش أي مجال للخطأ الفني بياخد الكارتيرة لمحطة ريبورتية متخصصة بتشتغل على مرحلتين. الأولى بيستخدم تقنية اسمها البلازما اكتيفيشن عشان تنظف سطح الكارتيرة بالكامل، لأن العين المجردة ممكن تفوت طبقة رقيقة جدا من الشوائب الغير مرئية، وبعدها بتدخل على المرحلة التانية. المحطة بترسم خط دقيق من مادة مانعة للتسرب لونها أسود على حافة حوض المغنيسيوم، ومجرد ما المادة دي تتحط الفني بيكون قدامه 20 دقيقة بس عشان يركب كارتيرة الزيت قبل ما المادة تنشف. وبحركات سريعة ومحسوبة الكارتيرة بتثبت وبتبقى جزء لا يتجزأ من الموتور. مش أي حد مسموح له يلمس التحفة الفنية دي. المهمة دي بتكون محجوزة لفئة نادرة من الفنيين اللي مروا بتدريب قاسي وخاص جدا لمدة 2 كاملين. في المحطة بقى رقم 3 بتبدأ ملامح العملاق تظهر بوضوح. هنا بيركبوا الكام شافتس اللي بتلعب دور المايسترو في عملية التنفس للمحرك بدفع قوي من جنزير الكتينة. الكمات دي بتلف حوالين محورها عشان تضغط بالتناوب على صبابات الاسطوانات وتسمح لها تفتح وتقفل في أجزاء دقيقة من الثانية. الفنيين بيركبوا عمودين لكل جهة عشان يكون عندنا في النهاية 4 أعمدة كمات بتخدم 16 سلندر. وبتكون الخطوة اللي بعدها إن المهندسين بيحطوا 16 شمعة احتراق أو البوجيه. البوجيهات دي بقى بتشتغل بمعدل جنوني بيوصل ل 3500 شرارة في الدقيقة الواحدة، وكل انفجار ناتج عنها بيجبر البساتم إنها تتحرك بعنف. دلوقتي المحرك بقى جاهز، لسه في أجزاء وإضافات هتركب كلها بتخدم عقيدة البوجاتي، قوة أكتر وأداء ملوش سقف. وعشان تتخيل حجم المعجزة دي، المحرك ده لوحده بأبعاده النهائية بيعادل حجم 4 محركات عربيات ملاكة عادية مرصوصين جنب بعض. التاريخ هنا بيعيد نفسه بس بدقة أكبر. من سنة 2005 ومحركات العلامة الفرنسية بتصنع يدوي بحرفية تامة. بس لو رجعنا بالزمن للحظة التأسيس في 1909 هنلاقي إن كتل المحركات كانت برضه بتتسبك وتتشكل بالإيد. صحيح ظروف الشغل زمان كانت أقصى وأصعب، بس دي إن المحركات الخارقة دي ما اتغيرش. المؤسس إيتور باجاتي الفنان الميلاني اللي تحول لأسطورة ما كانش مجرد صانع عربيات. الراجل ده نحت أيقونات زي التي 35 والبوجاتي أتلانتيك، عربيات لسه بتخطف الأنفاس وتعتبر مراجع في تاريخ السيارات لحد النهاردة. في العشرينات والتلاتينات قصة إن مصنعهم يتسمى بالأتيليه ده في حد ذاته دليل على إنهم متربعين على العرش. اسمه بوجاتي كان دايما مرادف للثورة والخروج عن النص. تخيل إن في سنة 1933 إيتور باجاتي صنع قطر بيمشي بسرعة 200 كيلومتر على الساعة. الناس وقتها سخروا من جنونه وأفكاره الغريبة. وبالمناسبة القطر ده هو اللي أنقذ شركة بوجاتي من إنها تفلس زي ما شركات كتير فلست. فلو عايز تعرف القصة دي اكتب لنا في الكومنتات نعمل فيديو مخصوص عن الثورة اللي حصلت في عالم العربيات في الفترة دي. عربيات بوجاتي ردت ب 2000 انتصار في السباقات، رقم قياسي أثبت إن شركة بوجاتي منافس صعب وقوي جدا. الأسطورة لويس شيرون هو كان سواق السباقات اللي كان وش السعد على بوجاتي في العشرينات واللي حقق معاهم انتصارات ملهاش حصر. فتكريما لتاريخه بوجاتي بتطلق اسمه على الهايبر كار الأقوى في العالم. بس الطريق للقمة وإنهم يفوزوا ب 2000 انتصار ما كانش سهل نهائي. في الأول أصلا لما بوجاتي أعلنت إنها تعمل أسرع عربية إنتاجية في التاريخ، زي ما قلت لكم إن بوجاتي قابلت انتقادات كتيرة. بس هو فعلا إنك تجيب محرك سعته 8 لتر وتحط عليه 4 تربوهات وتطلع منه أكتر من 1000 حصان
على الورق الكلام ده ينفع وأي مهندس شاطر ممكن يعملها نظريا، بس الكارثة الحقيقية ظهرت بعد ما صنعوا المحرك. القوة اللي طلعت كانت مرعبة لدرجة إنهم واجهوا مشكلة ما كانوش عاملين حسابها، لفوا العالم كله وما لقوش منصة اختبار داينو واحدة تقدر تستحمل القوة دي من غير ما تنفجر أو تسيح في مكانها، فالمهندسين صمموا وطوروا منصة اختبار خاصة بيهم جوه الشركة. على الداينو المحرك بيتطلب منه يخرج كل اللي عنده 1500 حصان عند 6700 لفة في الدقيقة. الضغط اللي بيتعرض له هنا أشرس بكتير من أي ظروف قيادة حقيقية ممكن تحصل على الطريق، فده بجد يعتبر عملية تعذيب بتستمر ل1000 ساعة كاملة، وده بيعادل مشي مئات الآلاف من الكيلومترات المتواصلة. في مختبرات الصوت في مايسترو بيقوم بمهمة غريبة، مهندس صوتيات بيختبر نغمة العادم بميكروفونات حساسة. قوانين سنة 2026 بتفرض إن صوت العربية ما يزيدش عن 68 ديسيبل، يعني تقريبا بصوت تلفزيون واطي، بس التحدي هنا إنهم إزاي يقللوا الصوت ده عشان القانون، وفي نفس الوقت تحافظ على زئير المحرك عشان المتعة، لأن سواق الشيرون مش بس بيسوق بإيده ورجله، هو بيسوق بودنه كمان، فالسمع هنا عملية لا إرادية. وعشان يختبروا التناغم ده على أرض الواقع كان لازم يستعينوا بالأسطورة أندي والاس بطل سباقات لومان السابق، والراجل اللي عاش جوه مقصورة الشيرون لمسافة 100,000 كيلو متر. وبالنسبة لأندي دي مش وظيفة، دي قمة متعته، وبالنسبة لي دي برضه وظيفة أحلامي. بس المرة دي أندي هيساعدهم في كتابة تاريخ جديد. الهدف بالنسبة لبوجاتي المرة دي يكسروا حاجز 420 ساعة وكل حاجة قانونية، من أول معايير المحرك لحد صوت العربية. العربية اللي معاه هي الشيرون سوبر سبورت 300 بلس، نسخة وحشية بقوة 1600 حصان. على حلبات غلاسين في ألمانيا الكاوتشات بتستعد للدوران 4100 مرة في الدقيقة، سرعة كفيلة إنها تقطع أي كاوتش عادي. أندي داس بنزين للآخر وفي ثانيتين كان كسر 100 كيلومتر، ومن السرعة الغابة بتتحول لخطوط خضراء مموهة، وأندي ماشي بسرعة 136 متر في الثانية الواحدة. كل ما السرعة تزيد كان الهواء بيحاول يرفع مقدمة العربية، بس عبقرية الإيروداينامكس بتجبرها تفضل لازقة في الأرض. وبعد 55 ثانية بس بوجاتي قدرت تعمل أول عربية إنتاجية بتوصل لسرعة 490 كيلومتر في الساعة. وبصراحة أنا مستغرب جدًا من الزمن اللي وصلت فيه الشيرون للسرعة دي، بس ده يأكد على الجنون الهندسي اللي اتعمل في كل جزء من العربية. نرجع لقلب الأتيليه في فرنسا، في 2 من الميكانيكيين بيبدأوا يربطوا الجير بوكس بالمحرك. الفتيس ده دايركت شيفت ب7 سرعات، تكنولوجيا اتعملت مخصوص عشان تضمن إن سيل القوة ما ينقطعش ولا لحظة. بعدها الفريق بينقل وحدة الدفع الجديدة دي لمنطقة التجميع اللي بتمتد على مساحة 1000 متر مربع، ومن النظرة الأولى تحس إن المكان ده أقرب لغرفة عمليات جراحية معقمة، مش مصنع عربيات. الأرضية مصنوعة من الريزن وبتلمع زي المراية، مستحيل تلمح عليها بقعة زيت أو حتى أثر احتكاك كاوتش. كل النظافة والحرص ده مبرر تماما إن أنت واقف قدام محرك عربية من مقعدين تمنه لوحده بيعدي ال 300 ألف يورو. وعلى مدار الساعات الجاية الجزء الخلفي من الجسم هيبدأ يتشكل حوالين وحدة القوة الجبارة، وهنا بيجي دور جراحين بوجاتي اللي بيبدأوا يثبتوا الشاسيه في الجوانب كربون فايبر بدقة المليمتر. أهم حاجة بتميز العربية دي إنها مفيش محور ثابت زي العربيات القديمة، كل عجلة هنا بتتعامل مع الطريق لوحدها وشغالة بنظام تعليق منفصل. جوه الاتيليه بيكون فيه 20 خبير مسؤولين عن تجميع 16 عربية في نفس الوقت، بيكونوا متقسمين ل7 ميكانيكيين و4 متخصصين في بناء الشاسيه، و3 فنيين لتجميع الهيكل الداخلي و2 رسامين و4 كهربائية. الكتيبة دي بتشتغل بتناغم عشان تسلم العربية الواحدة في خلال 8 أسابيع بالظبط. التركيز بعدها بينتقل لنظام العادم وتحديدا العزل الحراري، حرارة علب البيئة بتوصل ل 500 درجة، فبيركبوا عوازل حرارية عشان تحمي جسم العربية. بعد تركيب عوازل الحرارة الفريق بيثبت عملاق التيتانيوم في مكانه. التيتانيوم هنا بيضمن خفة الوزن وتحمل التمدد الحراري. بعد التأمين على منظومة العادم بالكامل تبدأ عملية دمج الباور يونت بالمونوكوك الأمامي. طبعا أهم حاجة هي الدقة في العملية زي دي. المونوكوك بيتكون من طبقات كربون فايبر بتوصل ل 320 متر مربع، وعشان تتخيل الرقم لو فردنا الياف الكربون المستخدمه هنا ووصلناها ببعض خيط ورا خيط الطول هيعادل المسافه من الارض للقمر 9 مرات. وفي الجزء السفلي للشاسيه الميكانيكي بيركب واحده من تروس التفاضل الخاصه بالشيرون باستخدام مفاتيح عزم رقميه بتمنع اي خطا بشري وبتسجل البيانات. وظيفه الديفرنشال الاساسيه هي اداره الكورنرنج داينامكس، يعني بيسمح باختلاف سرعه العجل في الملفات. ببساطه في الملف العجله اللي جوه بتمشي بمسافه اقصر من العجله اللي بره، فبالتالي لازم تدور ابطأ والعكس برضه صحيح، فكده العجله اللي بره محتاجه قوه وطاقه اكبر عشان تقطع مسافه اطول في نفس الوقت. وهنا بتظهر عبقريه الديفرنشال، ناقل حركه ذكي بيوزع قوه المحرك الجباره دي على كل عجله بنسب مختلفه ومحسوبه بدقه عشان العربيه تاخد الملف وهي لازقه في الارض. الفرمله من سرعه 420 كيلومتر على الساعه عمليه عنيفه، وعشان كده بيركبوا دروع حراريه خاصه على العفشه قبل ما يثبتوا ديسكات الفرامل المصنوعه من الكربون سيراميك. الكاليبر ده اكبر قطعه تيتانيوم في العالم معموله بتقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد، تصميمه بيعتمد على تحليل الأحمال. الفراغات دي معمولة لأن الحمل فيها بيكون صفر، المعدن بيتحط بس في الأماكن اللي عليها ضغط. في الجزء الأمامي الفني بيركب دروع لحماية الإي سي يو،
ده أساس النظام ال ESC اللي بيراقب معدل الانحراف، بيمنع العربية من إنها تخرج عن السيطرة في الملفات السريعة. بعد 4 أيام من الشغل المتواصل وتجميع 2600 قطعة، أو زي ما بيقولوا عليها مرحلة التزاوج بين المونوكوك الأمامي والجزء الخلفي، 3 من أقوى الفنيين بيحركوا الكتلة الخلفية اللي وزنها 750 كيلو بحذر شديد ناحية المونوكوك، وبيوصلوا الجزئين ببعض ب 14 مسمار من التيتانيوم. التصميم ده هو قمة السيفتي انجينيرنج. المقدمة معمولة بالكامل من الكربون فايبر عشان تكون كبسولة النجاة للسواق، لكن العبقرية الحقيقية بتكون في نقطة الانفصال. العربية مصممة إن الجزء الخلفي اللي فيه المحرك وخزان الوقود ينفصل تماما عن الكابينة في الحوادث الكارثية عشان يبعد خطر الحريق عن السواق. وفي الجزء السفلي بيبدأوا تركيب أنابيب زيوت المحرك والفتيس والفرامل. وبالنسبة للإنتيك سيستم، تغير الهواء اللي بيخبط في مقدمة العربية نهايته بتكون في غرفتين تجميع معمولين من الكربون فايبر، ومن خلال فلاتر خاصة جدا الهواء بيروح للأربع تربوهات. التربوهات دي بتشتغل زي كباسات عملاقة بتضغط الهواء وتكبسه جوه الاسطوانات. والكاوتشات هنا عقد شراكة بين بوجاتي وميشلان، كاوتشات معمولة مخصوص بعرض 36 سنتيمتر. عند السرعة القصوى الكاوتش الواحد بيلف 50 لفة في الثانية الواحدة. في اللحظة دي في قوة طرد مركزي مرعبة بتوصل ل7 طن، بتحاول تقطع الهيكل الداخلي للكاوتش. فعشان كده الحل كان في السيمي سليك، وده اداهم وزن أخف وتماسك أقوى مع الأسفلت. بس التكنولوجيا دي برضه ليها تمن. طقم الكاوتش الواحد بيكلف 9250 يورو. بالنسبة لمنظومة التبريد، الشيرون محتاجة محطة تبريد متنقلة. دورة التبريد بتشيل 40 لتر مية، ومضخة المية بتشتغل بفلو ريت مرعب بيوصل ل 800 لتر في الدقيقة. يعني بتعمل تبريد كامل للسوائل 20 مرة في الدقيقة عشان تمنع الموتور والفتيس من انهم يسيحوا من الحرارة. تانك البنزين بيشيل 100 لتر، وده رقم منطقي. العربية بتستهلك في المتوسط 22 لتر ونص لكل 100 كيلو. لكن تحت الضغط العالي الرشاشات بتضخ بنزين بيخلص التانك ده كله في أقل من 9 دقايق. الخطوة اللي بعدها هي اختبار الداينو المخصوص. بيبدأ الاختبار بعد ما بيربط العربية على الجهاز ويشغلوا مراوح ضخمة. الاختبار بيكون عبارة عن العربية تتحرك بسرعة 200 كيلو متر في الساعة لمسافة 60 كيلو، وطول الثلاث ساعات دول الكمبيوترات بتراقب 342 نقطة حيوية في العربية لحظة بلحظة عشان يتأكدوا إن كل مسمار قايم بدوره. الخطوة اللي بعدها بتكون التقفيل الخارجي. كل الأجزاء بتوصل لهم مرشوشة وجاهزة على التركيب. التحدي بيكون إنهم يجمعوا الهيكل الخارجي من غير ما يظهر أي بنى جبس. الفنيين بيدهنوا الهيكل ببرايمر وبيحطوا مادة لاصقة على حرف الزجاج، وباستخدام ونش شفط الزجاج بينزل في مكانه بالملي. الفكرة كلها في المادة اللاصقة اللي بتكون عبارة عن خليط من مركبين بيتفاعلوا عشان يكونوا مزيج مرن. المرونة دي هي السر اللي بيخلي الزجاج يستحمل الاهتزازات العنيفة من غير ما يتكسر أو يحصل شرخ. كل نسخة من الشيرون هي قطعة فنية فريدة ما بتتكررش مرتين. حدود الخيال هنا مفتوحة. اختيارات الخامات والألوان ملهاش آخر. لحد النهاردة المصممين بيحاولوا يخلقوا مزيج سحري بين القوة والجمال الهندسي والأناقة اللي ما فيهاش غلطة. السر هنا في التعاون بين المصمم والمهندس تحت شعار واحد في عالم السباقات. الشكل لازم يخدم المبدأ، وعشان نثبت المبدأ ده تعالوا نبص على السي لاين الشهير المحفور في بوجاتي على الجنبين. كتير بيشوفوه مجرد لمسة جمالية، بس ده تمويه هندسي عبقري. المحرك ده محتاج كميات مرعبة من الهواء المضغوط للتبريد، فكان الحل إن المصمم يحول الجنب كله لفتحة تهوية عملاقة تاخد شكل حرف السي المميز. ومن هنا جينات بوجاتي فضلت تتطور جيل ورا جيل بنفس الفلسفة لحد ما وصلنا لشبكة الرادياتير الأيقونية اللي العالم كله سماها حدوة الحصان، الرمز اللي بيخليك تعرف البوجاتي من نظرة واحدة. الشيرون هي حرفيا سيدة الهواء. في المقدمة في ستائر هوائية بتوجه ضغط الهواء المصطدم بالوش بتمرره بذكاء حوالين العربية، وده بيعمل حاجتين: بيبرد الفرامل وبيزود ثبات العربية على الأسفلت. أما البطل الحقيقي فهو الجناح الخلفي اللي عرضه متر ونص. السبويلر ده ذكي جدا وبيتحرك اوتوماتيك. تخيل انك اول ما تدوس فرامل وفي خلال 8 اجزاء من الثانية الجناح ده بيميل بزاوية 49 درجة، فبيتحول لفرامل هوائية جبارة بتساعد في تهديد سرعة الوحش ده. الجناح الهيدروليكي ده هو القطعة رقم 55 والأخيرة في جسم العربية. المهندسين بيأكدوا إنهم بيتحكموا في زوايا الجناح ده ومعاه زعانف الديفيوزر اللي تحت العربية عشان يضمنوا إن العربية تكون مسطرة وثابتة في الخطوط المستقيمة وفي نفس الوقت رشيقة جدا في المناورات. في سنة 2017 الفرامل الهوائية دي كانت بطلة رقم قياسي عالمي جديد. الأسطورة خوان بابلو بطل الفورمولا 1 خد الشيرون من الثبات وفتح السبرنت، وبعد 700 متر بس كان كاسر حاجز ال 300 كيلومتر في الساعة، وعند الثانية 33 وصل لسرعة 400 كيلومتر على الساعة. وهنا بقى بدأت المعركة الحقيقية. خوان بابلو كبس فرامل للآخر، والوحش اللي وزنه 2 طن وقف تماما في 491 متر بس وفي خلال 9 ثواني. الرحلة دي كلها من 0 ل 400 وبعدين للصفر تاني خدت 41.9 ثانية،
ومفيش عربية إنتاجية في التاريخ قدرت تعمل الأداء ده. تخيل إن الجناح الخلفي وقت الفرملة دي بيتعرض لضغط وزنه 850 كيلوجرام، قوة بتخلي مؤخرة العربية تكلبش في الأرض. في اللحظة دي السواق والعربية بيتعرضوا لقوة جاذبية 2G. يعني خوان بابلو كان حاسس إن وزنه ضاعف مرتين وهو بيحاول يفرمل ويثبت في مكانه. جوه الأتيليه في شيرون جديدة اكتملت تماما، الفنيين بيغطوا كل متر منها بفيلم حماية شفاف. العملية دي لوحدها بتاخد 4 ساعات. الوحش المتغطي ده بيستعد لاختبار قيادة نهائي، رحلة لمسافة 350 كيلومتر. بوجاتي بتاخد العربية في جولة بتحاكي فيها كل ظروف القيادة اللي ممكن العميل يقابلها، من الشوارع الكرة الضيقة للطرق الريفية والجبال، والمناورات في الطرق السريعة. وكمان بيأجروا مطار بالكامل عشان يمارسوا فيه كل الأفعال الغير قانونية اللي ما ينفعش تتعمل في الشارع، وده كله عشان العميل لما يستلم يقدر يطير بسرعة 400 كيلومتر على الساعة وهو مطمن. تيست درايفر بيتحول لقاضي لمدة 5 ساعات كاملة جوه الكابينة. العربية متغلفة من جوه وهو لابس جوانتي عشان حتى بصمة الإيد ما تلمسش الطارة. تخيل بس لو كراسي الجلد طلعت صوت تزييق ولو بسيط مع الملفات، العربية بتتسجل مرفوضة لحد ما العيب يتصلح. وعلى مدرج المطار التيست درايفر على اتصال ببرج المراقبة. بضغطة بنزين الشيرون بتوصل ل 300 كيلومتر على الساعة في 13 ثانية بس. الهدف هنا مش بس في السرعة، الهدف انهم يتأكدوا ان ال 1500 حصان طالعين صافي ومن غير اي تردد. بعد اختبارات التحمل الشيرون بتروح لمغسلة الشركة الخاصة تتغسل وتتلمع عشان تلمع تحت اضواء التسليم. بوجاتي مش مجرد مصنع، دي مثال للتميز المطلق في كل حاجة. 20 ميكانيكي من صفوة الصفوة في 12 محطة انتاج بيطلعوا اسرع وارقى عربية في الكوكب. بعد 115 سنة لسه بوجاتي ماشية على نفس المبدأ اللي قاله المؤسس، لو كانت قبل المقارنة ما تبقاش بوجاتي. ودي كانت رحلتنا مع بوجاتي قمة الهرم في عالم الهايبر كارز. لو عجبك الفيديو وحابب نكمل في السلسلة دي قولي في الكومنتات عايز تفاصيل عربية ايه في الفيديو اللي جاي، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان اللي جاي اقوى بكتير. وبس كده، سلام.